هواها مصري على الراديو 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، ولسه مكملين معاكم في تغطيه كمان للاحداث اللي بتتم من صباح اليوم، من افتتاحات لسياده رئيس في البحيره وفي الاسكندريه، ثم وصولا لمؤتمر الشباب في دورته في 2023 في محافظه الاسكندريه. مجموعه كبيره من كل اطياف المجتمع بتحضر طبعا المؤتمر. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، حاله من المكاشفه ما بين سياده الرئيس والحكومه والشعب المصري متمثل في اطيافه كلها. زي ما قلت لحضراتكم، اعلاميين واحزاب مجلس نواب، كله موجود وكله بيتكلم. يمكن سيادة الرئيس بيتكلم باستفاضة مع الشعب المصري، سواء وجها لوجه من خلال مقابلته لاهالينا في قرية الاعتمادية اللي كانت موجودة النهارده في البحيرة، او سواء من المؤتمر وكلمات سيادة الرئيس اول باول. يمكن انا متابع كمان معاكم النهارده انا على الهواء، وبتفرج كمان على اللي بيحصل، وبنتكلم دلوقتي على الفرص والتحديات. خلينا نروح لصديقنا العزيز سيادة النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب ومقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني. يا سيادة النائب مساء الفل. يا مساء الفل يا احمد بيه، وعاوز اقول لك حاله البهجه والحاله الشبابيه والماده الاعلاميه المعمقه اللي حضرتك بتقدمها في برنامجك بتسعدنا، وبنبقى سعداء جدا لما ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك، ده شرف وشهاده. خليني اروح في اخر ما احنا بنتكلم دلوقتي. انا شايف قدامي على الشاشه دلوقتي جلسه داخل الحوار المؤتمر الوطني، وهي التحديات والفرص. احنا عندنا تحديات وفرص لشبابنا فعلا؟ طبعا. يعني شوف، هو انت خيري نموذج، بس انا بس عايز اوضح للناس. شوف، هو التحديات طبيعيه. ليه؟ لان احنا في عالم ملتهب. صحيح. يعني انت النهارده بتتكلم عن حرب، تقريبا انا بشوفها حرب عالميه. طبعا. لكل الحروب العالميه الاولى والثانيه وما قبلها حتى في التاريخ كانت بتبدا بين دوله او اتنين في امور تعتقد ان هي مش مفهومه. طبعا. لكن الحقيقه لما بنشوف بقى حاله الحرب والصراعات بشكل عام وبشكل عميق، بنلاقي ان اسباب الازمه مش هي الحرب اللي موجوده دلوقتي. يعني ايه؟ يعني الحرب الروسيه الاوكرانيه عندما جذبت امريكا او دفعت امريكا روسيا للحرب عن طريق ان هي دعت اوكرانيا لان هي تدخل حلف الناتو. تمام. مش هو ده السبب للحرب، لان كده كده امريكا عارفه ان روسيا مش هتقبل بده. لكن هي حرب بتشتعل في اوروبا من اجل الصراع على مقدرات دول ومناطق نفوذ بين امريكا والصين. هذه الحرب الامريكيه الصينيه اسبابها ان امريكا كانت لا تقبل ان يكون هناك دول اخرى تنافسها في السيطره والنفوذ على الاسواق العالميه وعلى موارد الدول الافريقيه وموارد الدول الاخرى. فلما ظهرت الصين بهذه القوه، الولايات المتحده الامريكيه تعلم ان يعني الحرب تشتعل لا تستطيع ان تشتعل بشكل مباشر مع الصين. فوجدت ان تفرض هذه الحاله من الصراع في اوروبا، حتى تقول الدول الاتحاد الاوروبي امانكم هو امان الولايات المتحده الامريكيه، فانتم مضطرين لان تكونوا امنين من خلال دفاعي عنكم. الامر الثاني، امريكا وراء المحيط لن تتاثر كثيرا بهذه الحرب، بل هي مستفيد الاكبر من هذه الحرب. رقم 3، هذه الحرب هي تؤجل مشاريع التنميه في الدول العربيه وفي الشرق الاوسط. طيب هنا امريكا فشلت في مشروع الشرق الاوسط الكبير نسبيا، فعاوزه تعيد تاني حاله الصراع عشان تاثر على سلاسل الانتاج، عشان خاطر مصر والدول العربيه تفضل في حاله صراع، يبقى في غضب شعبي واجتماعي بسبب ارتفاع الاسعار وبسبب الموارد اللي كنا بنستوردها مش عارفين نستوردها، اللي هي الموارد الاساسيه والحبوب. طيب اذا هناك صراع امريكي صيني. امريكا تريد ان تقول للصين لن تستطيع ان تسيطري على هذه الاسواق، نريد ان نعمل على اشعال الحروب من اجل ان نستفيد. الحاجه الثانيه، اكبر موردي سلاح في العالم هي الشركات الامريكيه. فطالما ذلك كذلك فالولايات المتحده هي مستفيده من بيع هذا الكم من السلاح والذخيره لمختلف الدول. بالمناسبه، هو انا لو فاهم صح انت جايبنا من هناك قوي عشان تقول لي احنا متاثرين بايه، فانت بتكلمني على صراعات القوى العظمى والتقسيمات الجديده والتحالفات كمان الجديده دي مأثره علينا داخليا في ان احنا بنشوف، صح كده؟ الله ينور عليك. الله ينور عليك. هو القصه ايه؟ ان احنا هنفضل في حاله الصراع العالمي ديت، فده هيأثر علينا بالسلب. اولا الاستثمارات هتتأثر، لان حاله الحروب ديت بتخوف المستثمرين. النهارده لما المستثمرين يعرفوا ان في دول على حدودك زي ليبيا وزي السودان وهنا وهنا، فطبعا مش هيجوا يضخوا اموال كبيره. النهارده عندك مشكله ثانيه، ان هتعاني من قله فرص العمل بسبب ضياع هذه الاستثمارات. طب ايه البديل ده؟ ايه اللي احنا نقدر نقوم بيه كدوله مصريه؟ هذا ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا. اولا مصنع لما يتعلق بالادويه.
تمام. مجموعه المصانع الخاصه بالصناعات الاوليه للادويه، تمام. ده شهدناه العام الماضي. ايضا تطوير الغزل والمحله، الغزل والنسيج، اسف، المحله. الغزل والنسيج كان مشروع ضخم جدا تعثر في السنوات الماضيه، الان اعيد تطويره بمليارات الجنيهات. والحمد لله خلال عام هيكون الغزل والنسيج افتتح، وده طبعا هيقلل من نسبه الاستيراد. ليه؟ لان انت النهارده عندك منتج محلي للملابس، تقدر تستفيد من زراعه القطن. احنا النهارده بقينا نعتمد على زراعه القطن طويل التيله وقصير التيله، مش قصير التيله بس. صحيح. لان احنا بندور على الجوده في الملابس عشان نعرف نصدر. فهو الخلل اللي موجود في مصر في ميزان المدفوعات دوت الرئيس بيحاول يعوضه عن طريق الصناعه. عن طريق الصناعه والاكتفاء الذاتي بمنتجاتك داخليا، فما تحتاجش الغرب سواء في الامن الغذائي او في التصنيع. برافو عليك. ما هو بقى ايه بقى، ده مشروع المنيو فدان اللي احنا انجزنا منهم لحد دلوقتي نص مليون فدان. تمام. النهارده كنا بننتج من القمح 20% من 4 سنين على فكره. تمام. النهارده اليوم ناو 50% من انتاج القمح اللي بيستهلكوا المصريين بينتج في مصر. بالظبط، وبحافظ عليه من خلال الصوامع كمان، لان هو كان ممكن يبقى ال 50 دول يبقوا 20 برضه لو تخزين غلط. برافو عليك. الحاجه بقى المهمه، طيب احنا بقى عشان ننطلق في مشروع الصناعي والزراعي لازم نعمل ايه؟ رقم واحد لازم نهتم بالصناعات التحويليه عشان نقدر نحول المواد الخام لمنتج نهائي. صحيح. بدأنا ده ازاي؟ بمشروع مصنع البتروكيماويات في العين السخنه. والدوله مكمله، بس احنا محتاجين مزيد من الصناعات التحويليه. نمره 2 زي الاسيلين وزي البتروكيماويات وغيرها. بالظبط. نمره 2 احنا محتاجين الدعم ما يروحش للمصدرين، يروح للمزارعين والمنتجين. يعني ايه؟ يعني انا النهارده كمصدر باخد المنتج الفاكهه او الفراوله او الحاجات ديت بصدرها للخارج. ايه الاهم؟ ان الدعم يروح للفلاح اللي بينتج الكلام دوت في شكل كيماويات وشكل دعم لزراعته عشان يطلع لي منتج كويس. اي حد بعد كده يقدر يصدر هذا المنتج، لان في النهايه هيبقى منتجك قوي كواليتي كويس الاسواق محتاجاه. والزراعه والمنتج الزراعي في مصر من اهم المنتجات في العالم. انا طبعا كده متصدر في الفاكهه كمان، ده انت البرتقال واخد رقم 1 تصدير السنه اللي فاتت. كله يا فندم، مانجا وبرتقال وفراوله وخضروات ومنتجات كثيره. انا لما رحت دول مختلفه، انا رحت بالي واندونيسيا وامريكا ورحت دول في اوروبا واسبانيا، والله العظيم ما اكلت فاكهه في اي دوله سافرتها بحلاوه وجمال الفاكهه المصريه. وهم عارفين ده وهم بيطلبوها. والله العظيم يا استاذ احمد، في اندونيسيا بلد الاستوائيه العظيمه دي المانجا كانت مالحه. انا ما اكلتش مانجا، ما اكلتش منتجات خضروات وفاكهه في العالم كله احلى من مصر. اذا انت شفت النهارده كلام سياده الرئيس مع المزارعين وجها لوجه، ده شكل صحي جدا جدا. ما هو دي خطه الدوله بقى. الدوله النهارده تتجه لا يجب ولا بد ان تتجه الدوله لدعم الفلاح. دعمه ازاي؟ ان الدعم اللي بيروح للمصدرين دوت ناخده مليارات دي تروح للفلاح وللمنتج المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. انا النهارده يبقى عندي شباب بيعملوا منتجات جديده عصريه عاوزين يلحقوا بالثوره الصناعيه الرابعه، هم دولت اللي يدعموا من الدوله. ليه؟ علشان خاطر اقدر ان انا اطلع منتجات كواليتي عالي بسعر ينافس. صحيح. النهارده محتاج كواليتي عالي، سعر ينافس. محتاج الدعم ده يروح للمزارع عشان يبقى عندك كواليتي من المنتجات الزراعيه عالي وبسعر منافس. ما هو الدعم هيساعد على ده. في النهايه عمليه التصدير هي عمليه لاحقه، كده في احتياج في نيد. طبعا. يعني انا دلوقتي دايما يقول لك ايه؟ لا، والنيد او الاحتياج ده كل يوم عالميا بيزيد. برافو عليك. يبقى اذا عمليه التصدير مش هي الاساس. الاساس الانتاج اللي تقدر من خلاله تزود صادراتك. فلما يبقى عندك ميزان المدفوعات الصادرات اكثر من الواردات او الاستيراد او متساوي ليه او قريب منه، انت بتقلل من عبء الدوله. لان اولا بتوفر فرص عمل، بتدخل موارد قويه جدا للدوله، بتقلل احتياجك للدولار. واحنا عارفين ان مدخلاتنا في الدولار العام الماضي كان 80 مليار دولار. احنا بقى بننفق كام؟ بننفق 120 مليار دولار. اذا زياده نسبه المكون المحلي، دعم الفلاح، دعم المشروعات المتوسطه والصغيره، التسهيل على المستثمرين. طب اقول لك على حاجه، انا مع ان الاراضي بتاعه المصانع المستثمرين المصريين ياخدوها ببلاش. ليه؟ انا مش هدفي ان ابيع اراضي. انا هدفي ان اعمل مصنع يطلع لي كوتشي، يطلع لي فردة كاوتش، يطلع لي حزام، يطلع لي قميص، يطلع لي سياره كهربائيه، يطلع لي قيمه مضافه استفيد منها سواء بالتصدير او حتى اكتفاء ذاتي داخلي. بالظبط. ومش لازم اكتفاء ذاتي يا سيدي الفاضل. كلمه اكتفاء ذاتي دي غير واقعيه طبعا. ليه؟
انا النهارده مش هقدر اعمل اكتفاء ذاتي من القمح، ما عنديش القدره على ده، بس محتاج انتج 70% من القمح، تمام، محتاج انتج 50% من الفول، انا بستورد 95% من الفول اللي بياكلوا المصريين. طبعا انا بنتج 100%، انا بستورد 100% من الزيت، لان قعدت 50 سنه ما بهتمش بزراعه الذره. صحيح. فانا محتاج انتج على الاعلاف اللي عمالين برضه عامله مشكله بالنسبه لنا. الاعلاف، الله ينور عليك. انا محتاج انتج 30-40% من الزيت باهتمامي بالذره، محتاج ان انا انتج اعلاف. اذا الدوله المصريه عندما ذهبت اليوم من خلال راس الدوله فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما بحثت عن حل المشكلات والتحديات، قابلت الفلاح، قابلت العامل، اهتمت بالصناعه، اهتمت بالزراعه. لو مشينا على هذا المسار هنبني الدوله المصريه وجمهوريتنا الجديده، واحنا مش بنعاني. احنا عملنا البنيه. بص يا استاذ احمد، برضه انا ساعات بستغرب قوي من اللي يقول لك ايه، ما المشروعات القوميه ما كانش ليها لازمه. يا جماعه عيب كده. يعني النهارده انت عشان تعمل مصانع وتعمل حركه تجاره داخليه، ما انت محتاج حد ادنى من الطرق. طبعا شبكه نقل، وده اللي كان بيتكلم حتى فيه سياده الرئيس النهارده في محور المحموديه وشرحوا للناس. النهارده اسرائيل بتنافسك في قناه السويس، كانت عاوز تعمل قناه. طب ايه اللي كان هيساعد اسرائيل؟ ان هي كانت هتنقل عن طريق النقل البري مع المينا اللي كانت بتعملها. صحيح. النهارده لما بتعمل الخطوط بتاعت القطارات السريعه الجديده ديت اللي احنا واخدين بيها قرض، ما احنا واخدين قرض طويل المدى بس ايه بقى، ايه المقابل؟ ان انت البضاعه اللي بتنتقل داخليا وبتروح لدول اخرى عن طريق مراكب هتقلل حركه الملاحه جوه المينا بسبب الطرق السريعه ديت والقطارات السريعه من 10 ساعات و12 ساعه ل4 ساعات فقط. يعني النهارده عشان خاطر المركب تدخل عقبال ما تعدي محتاجه قطر سريع يودي لها البضاعه على الناحيه الثانيه المراكب اخرى بالظبط، توصل عند الحدود بتاعتها تطلع على شمال اوروبا. فهنا شكل من اشكال دعم بقى الموانيك ودعم قناه السويس ودعم كل المشروعات الموجوده. برافو عليك. الفرعين بتوع قناه السويس الرايح اللي جاي قلل مدد الانتظار وحركه الملاحه بقت عاليه. نمره 2 المواني اللي فخامه الرئيس بيطورها واعلن عن تطويرها، دي مهمه جدا علشان خاطر حركه النقل الداخلي والدولي. القطار السريع هيساهم في زياده فرص نقل البضاعه على الحدود وداخليا. فاذا انت قللت من عدد ساعات تفريغ البضاعه، قللت من حركه البضاعه للحدود او لمناطق اخرى. قدرت ان كيان الصهيوني ما يقدرش ينافسك في قناه السويس. كان الصهيوني لو كان نجح في هذا المشروع، الحمد لله ما نجحش ومش هينجح. صحيح. كان هيقلل من دخله في قناه السويس 50%. يا جماعه والله سياده النائب، هي ده مش اسرائيل بس، ده انت لو هتبص على باقي الاطراف ونواياهم لعمل قنوات اخرى برضو في البحر المتوسط ده كتير جدا. نتكلم بقى. لا انا هستناك اما تيجي عشان نتكلم، بس انا ما ينفعش ما اسالكش برضو ان انت احد نتاجات مؤتمرات الشباب بنجاح وظهورك فيها الصراحه، واحد برضو الامثله الناجحه جدا اللي طلعت قالوا لما بنمكن الشباب بيطلعوا زي النائب علاء عصام. شفت النهارده مؤتمر الشباب ازاي وفي دورته بقى في اسكندريه، وتحديدا كمان ان سياده الرئيس بيتكلم بقى النهارده باللي حضرتك بتتكلم فيه ده مع شبابنا ومع الاحزاب ومع الاعلاميين. لا حاجه عظيمه طبعا. شوف انا اقول لك على حاجه، حاله الحوار التي بدات في الدوله المصريه منذ مؤتمر الشباب الاول في 2016 هي الحاله الصحيه لمجتمع زي مصر. نحن دوله شابه. صحيح. نحن لدينا 65 مليون شاب من سن 14 سنه لسن 40 سنه. بالظبط. هذا الرقم مذهل، وما في دول في اوروبا ما عندهاش النسبه دي خالص، القاره العجوز. صحيح. وهناك دول في مختلف العالم الطاقه الشبابيه عندهم قليله جدا. اذا كان الشباب بهذا العدد، فكيف لا يكون هناك حوار بين الشباب والسلطه التنفيذيه واعلى راس في الدوله، مش مجرد حوار عادي. طبعا. ازاي يبقى عندك هذا العدد من الشباب مش عندك نواب شباب؟ واحنا النهارده لما بتعمل نسبه للنواب الشباب جوه البرلمان، ما ده دعم للفئات الشباب، انك بتدي ثقه للمواطن انه لما الشاب ده بعد كده ينزل انتخابات فردي انه قادر على انه يكون مشرع ويكون برلماني. طبعا. انت بتحد من المال السياسي في الانتخابات من خلال نظام الكوتا. صحيح. انت النهارده لما بتدي 50% من المجتمع اللي هي المراه ربع البرلمان، فده معناه ان انت معترف ان المراه ليها دور كبير جدا في الانتاج. طبعا. انت كده ده بس احنا عاوزين نكمل على ده بقى من خلال مؤتمرات الشباب. اول حاجه ازاله كل المعوقات امام المراه المصريه في العمل وفي الحياه الاقتصاديه. تمام. نمره 2 مواجهه العنف الاسري وعدم فرض الراي بالعنف على البنات وعلى السيدات، وان يكون المتحكم الرئيسي والكلمه النهائيه للرجل. لابد ان يكون هناك اشتراك بين الرجل والمراه في مصير هذه الاسره. رقم 3 لازم نعمل على
المشروعات الانتاجيه الضخمه الصناعيه اللي هي بتستهدف التنميه المستدامه، بتحقق تنميه مستدامه. فنقدر ان احنا يبقى عندنا طاقه عمل كبيره جدا للشباب. رقم 4، احنا محتاجين كشباب ان التمويل اللي في البنوك للمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر يروح لاصحاب المشروعات الناشئه. ما يبقاش في شروط في البنوك تقول لك اصحاب المشاريع السابقه. طب وانا هدي اصحاب المشاريع السابقه او اصحاب الخبرات او اي نوع من انواع العرقله هديله قرض ب5% ليه؟ ما هو مشاريع سابقه، ما هو بيكسب بالظبط. فاحنا عاوزين القروض دي يا جماعه، يا بنوك مصر يا اساتذتنا، اعطوا هذه القروض لفرص شبابيه. تلاقي الشاب ممكن يخسر، ما هو طبيعي انه ممكن يخسر وممكن يكسب، بس المهم المناخ والبيئه وطبيعه المشروعات اللي انت بتديله عليها القرض. انا مستهدف قروض في مشروعات ايه؟ مشروعات تكنولوجيه مثلا، اوكي. ودي نقطه مهمه جدا والله يا سياده النائب، وانا عارف ان حضرتك بتتكلم فيها سواء داخل الحوار الوطني او سواء داخل مجلس النواب، ولازم اتكلم فيها ولازم اتكلم فيها عندنا. ما مش هسيبك، انت هتيجي ان شاء الله، لازم تبقى ضيفنا باذن الله قريبا نتكلم باستفاضه. ده شرف كبير لينا يا فندم. اشكرك جدا سياده النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيق شباب الاحزاب ومقرر لجنه المحليات بالحوار الوطني، ونموذج محترم الصراحه لشبابنا. انتوا شايفينه وهو بيتكلم فاهم جدا الصوره، فاهم جدا الحياه النيابيه، فاهم ده تمكين الشباب اللي انا بتكلم فيه. فقلنا نجيب نموذج من مؤتمرات الشباب النهارده اهو. هو بقى فين؟ اما تديله الفرصه وتديله الامكانيات، لا شبابنا بيطلع منهم فعلا نماذج كبيره جدا وشكل من الاشكال القياديه فعلا عند سياده النائب علاء عصام. انا عارف كمان ان هو ملابط مع الحكومه كتير، بس بيحبوه لان هو بيتكلم بالحق وبيتكلم وهو فاهم، ودي تفرق كتير جدا. لما تبقى فاهم وبتتكلم بيتقبلك ايا كان شكل المعارضه بتاعك. خلصنا.